زوار مطبخ آيات، مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم مطبخنا مطبخ فلسطيني، رح نطبخ وصفات فلسطينية، رح نحضر سلطة فلسطينية وتحلاي كمان فلسطينية. خلوني أعرفكم على طبقنا الملك اليوم، المنسف العربي الفلسطيني. هو اليوم الملك لحلقتنا. بالعادة المنسف في كل الدول العربية بحضروه كل واحد على طريقته. اليوم رح نحضر المنسف ورح نحط على جنبه لبن عادي ناي، ورح تكون في عنا سلطة ورح نحضر تحلاي. خلوني أعرفكم على منسف مطبخنا الفلسطيني. مقادير المنسف: بدنا لحمة خروف مطحونة بنحوسها على الغاز مع بصلة، رز ياسمين مش هداوي، مكسرات جوز وكاشو وصنوبر، ممكن نختار كمان انواع تاني زي فستق حلبي زي بندق، ايش احنا بنحب. مرق لحمة الخروف، المرقة اللي بنسلق فيها اللحمة، سمنة عربية أصلية بلدية طبعا، وبدنا فلفل أسمر اللي بنستعمله بالأكل. تعالوا نبلش بتحضير المنسف. في البداية بنحط السمنة العربية البلدية، بس تدوب بنحط زيت زيتون لأنه فيش إلنا غنى عنه، بنحب طعمته بكل الأكل. بنوطي النار، بنحط الرز. طبعا الرز بيكون مغسول ومصفى وبنستنى لينشف، برجع عنا جديد كأنه ما انغسلش. بنحمص الرز بالسمنة وزيت الزيتون، بنحط الملح، بنحط كمية منيحة ملح لأنه اللحمة ما ملحناهاش. بنحط البهار الفلفل الأسمر المطحون، وبنكمل نحرك، وتنسوش انه على نار هادية. هيك بنكون حمصنا الرز. بعدين بنبلش شوي شوي نزيد مرقة اللحمة. زدنا احنا كأس مرقة لحمة، بنتركه هيك شوي صغيرة على الواطي علشان المرقة تتشرب، الرز يتشرب المرقة بعد ما حمصناه شوي. بعدين بنبلش نزيد شوي شوي على مراحل كمان مرة مرقة اللحمة. طبعا اللحمة لما سلقناها بدي افرجيكم انا ايش عملت. حطيت باللحمة هيل حاب وهيل مطحون، اذا بتنتبهوا، وحطيت فلفل اسمر حب وفلفل مطحون. هاي في عنا هون الهيل المطحون الحب عفوا، واللحمة صارت مستوية وجاهزة لانه نحطها على وجه المنسف. اسا بدي احط مرقة على المنسف على الرز. مش مهم اذا بطلع فيها حبوب فلفل او حبوب هيل، المهم ما يطلعش لحمة اسا، لانه بدنا نطبخها مع اللحمة المطحونة اللي طبعا حركناها على الغاز، حسناها وصارت مستوية، بس انه بدنا تطعم وتتشرب مع الرز. بحب استغل كل مرقة اللحمة وما احطش مي بالمرة علشان المنسف ياخد طعمه
ونكهة كتير طيبة. بحرك منيح. الهيل المطحون بقيم زنخة اللحمة كلياتها وبعطيها طعم كتير طيبة كمان. هيك الرز صار جاهز علشان نغطيه، بس بدنا نضيف له اول اللحمة المطحونة اللي حطيناها على الغاز من قبل. نترك شوي صغيرة بس علشان نزين فيها المنسف قبل ما نحط اللحم الشقف الكبير. انا شايفة انه بدي كمان كوباية مي ازيدها على الرز عشان رز الياسمين انا عم بستعمل رز ياسمين ابو بنت مش هداوي. رز الياسمين بدي اغمره بالمي علشان يستوي. مي باردة من الحنفية. هيك صار منسفنا على النار الرز واللحمة، نتركه على نار هادية لمدة 12 دقيقة، ممكن اكتر ممكن اقل حسب كيف عنا بتطلع النتيجة. خلونا نتركه ونروح نحضر السلطة. بدنا نحضر سلطة الفتوش على الطريقة الفلسطينية. بشكل عام الفتوش اللبناني بحضروه من خبز الرقيق، بقصوا الخبز اللبناني الرقيق وبحمصوه وبزيدوه على سلطة الفتوش. احنا اليوم حضرنا خبز عربي من خبز البيت وفيه رح نحضر الفتوش. لسلطة الفتوش بنحتاج بصل اخضر مقسم، بندورة مقسمة ناعمة، خيار مقسم كمان ناعم، وخبز البيت المحمص او المقلي. طبعا منصفيه من الزيت علشان نبلش نشتغل فيه رأسا. بدنا عصير حامضة وملح وزيت زيتون. خلوني ابلش بتحضير سلطتنا الطيبة. لتحضير سلطتنا بنبلش اولا بالبندورة. طبعا زي كيف دايما بحكي لكم بننزل البندورة بدون مي. احنا صفيناها للبندورة على جنب علشان هيك مش رح يطلع عندي مي كتير. بنزيد الخيار، بعدين البصلي. بحب احط رشة ملح على البصلي قبل ما ازيدها، وطبعا بحط رشة ملح قبل اذا بكون فرميتين بدي استنى عليهم شوي لانه البصلي بتطلع ريحة مش حلوة. بنحرك. ممكن نضيف فجل للفتوش وممكن نضيف خس، بس الطريقة المضبوطة والأصلية بدون إضافات جديدة اللي هي بندورة وخيار وبصل وخبز. بدي أزيد الملح أول إشي، مش بكمية كبيرة لأنه الفتوش طيب ما يكونش كتير مالح. بدي أزيد زيت الزيتون علشان أحافظ على لمعة حلوة وعلى طعم طيب. بعدين بدي أزيد عصير حامضة. بنحرك. شوفوا ما احلى الالوان، ريحتها كتير حلوة وطيبة وبتفتح النفس. بنزيد الخبز،
نخلي شوي علشان نزين الطبق فيهن. بنحط بطبق التقديم الفتوش، بدنا نقدمه بنفس اللحظة، منقدرش نتأخر عليه كتير. والفتوش ممنوع تتحضر قبل بوقت، لازم تتحضر إذا ما نحضرها قبل بوقت كيف حكيتلكم بنضبها بعلب بالبراد وبنحطش عليها ولا أي إضافات. هيكي تكون سلطتنا، سلطة الفتوش الفلسطينية جاهزة. جربوها، صحتين وهنا. منسفنا الفلسطيني صار جاهز. احنا سميناه المنسف الفلسطيني لانه بنحطه فوق ورق الخس، مش بنحطه فوق خبز، لانه بدنا اللي عم باكل ياكل المنسف وياكل لبن وياكل فتوش. هيك بكون منسفنا صار خالص، بس بضل نزينه بالاشياء الطيبة اللي قدامي. بدنا نحط اللحمة على الرز. شقف اللحمة اللي بنكون سالقينها من قبل بنبلش نحطها على الرز بشكل حلو، كشكل بدنا نزينه بهاي الطريقة. بعدين نحط المكسرات. الكاشو حمصناه، بنفع تحمصوه وبنفع تقلوه بشكل عشوائي. بنحط، انا كمان بحب الجوز مع الرز، دايما بجرب مع جوز ودايما النتيجة بتعجبني وبرجع بعيدها. الصنوبر بدنا نحطه اخر اشي، بنحطه عشوائي وبنحاول كمان يوصل على كل الطبق اللي قدامنا. في عنا اللحمة اللي ضلت قلتلكم بدنا نخليها للزينة، كمان بننثرها فوق الطبق بشكل عشوائي ولطيف. منسفي صار جاهز. من بعد ما حضرنا المنسف الفلسطيني والفتوش بدنا ننتقل للتحلاية. التحلاية كمان فلسطينية محلية. بدنا نحضر التمر المحشي بالجوز، بنغطه بالشوكولاتة وبنزينه وبنلبس. تعالوا أعرفكم على المقادير. شيبس بني، تمر طازة ونضيف، جوز وملبس ملون، وممكن ملبس حسب ايش موجود عندنا بالبيت، مش مشكلة. نجيب مي سخنة مغلية نحطها بجاط، ونجيب كمان جاط جديد نحط فيه الشوكولاتة زي كيف انتو شايفين. بندير كل الشوكولاتة الشيبس اللي بدنا نسيحها وبنضل نحرك بالمعلقة. اسا احنا هيك سيحنا شوكولاتة بيضة وسيحنا شوكولاتة سوداء او بني. بنجيب حبة التمر بواسطة سكينة، بنفتحها يدوب خط صغير هيك، بنطلع البذرة منها. بنجيب جوز بنحط بقلبها جوز، بنسكر عليها قديش بنقدر بنسكر، بنحاول اللي من تحت نسكرها شوي. بنغط بالشوكولاتة. بعد ما نغطها بالشوكولاتة بنخلي حدنا ورق مطبخ علشان كل ما نوسخ ايدينا بالشوكولاتة ننظفها عشان نعرف نمسك الحبة وما نوسخهاش. بنجيب الملبس وبنرش على الشوكولاتة.
هيك أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، وبكون طبقنا الحلو جاهز. تحليتنا لليوم كانت تمر محشي بالجوز، غطيناه بالشوكولاتة وحطينا عليه ملبس. إذا عجبتكم الوصفة جربوها. للحصول على كل وصفات برنامجنا فوتوا على موقع مطبخنا www.matbakhna.com. رعاة البرنامج شراب أبو شقرة وقهوة الباشا، شبكة حوانيت المشهداوي، مخللات عدن، وملحمة السيد كارم عواودي ملحمة الأفندي. تابعونا وترقبونا.